المخرج محمد سامي اعلن اعتزاله للاخراج. كتير من الناس طبعا قالوا ان بسبب التوجيهات اللي هتتعمل اللي قال عليها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء. واعتقد ده لمسناه من كل ردود افعال الاسر المصريه تعليقا على المسلسلات والاعمال الدراميه اللي عرضت في شهر رمضان. طب الاول اكيد كلنا متفقين ان دور الرقابه مهم جدا جدا. فين بقى الرقابه اللي كانت بتراقب على الاعمال اللي كانت بتنزل الفتره اللي فاتت دي بالكامل؟ هو مش المفروض في رقابه وناس متخصصه بيتعرض عليها الاعمال دي كلها وهي اللي بتوافق او ترفض او تشوف انها ينفع وتصلح انها تنزل للقنوات المصريه والناس ولا لا؟ يعني هو كان لازم الرئيس يتدخل علشان نعمل اعمال قيمه وهادفه؟ نرجع لموضوعنا، اعتزال المخرج محمد سامي بعد مسيره استمرت ل 15 سنه. نزل في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بوست كبير جدا فيما معناه يعني انه اعتزل اخراج الدراما التلفزيونيه، والسنه دي كانت اخر اعماله اللي هو مسلسل سيد الناس ومسلسل ايش ايش، من اشهر اعماله الدراميه اللي حققت نجاح كبير جدا مع سبق الاصرار وادم والاسطوره والبرنس وجعفر العمده، ومؤخرا مسلسل ايش ايش وسيد الناس. انا بس بوصل لك المعلومه والخبر المؤكد. قول لي بقى انت ايه رايك في قرار اعتزال المخرج محمد سامي؟